عقلك بيتشكل من أكتر 5 أصوات حواليك. اوعى تفتكر إنك بتفكر لوحدك. أغلب أفكارك أصلاً مش بتاعتك. الصوت اللي بتسمعه كل يوم بيسيب نسخة منه جواك. لو حواليك ناس خايفة هتتعلم الخوف، ولو حواليك ناس محبطة هتبدأ تشوف الحياة سودة حتى لو كانت عادية. العقل البشري بيتبرمج بالتكرار مش بالحقيقة. عشان كده في ناس طول عمرها مقتنعة إنها ضعيفة فقط لأنها سمعت ده كتير. الخطر الحقيقي إنك أحياناً بتسمع الأصوات دي لدرجة إنك تفتكر إنها صوتك أنت. أفكارك، طريقة كلامك، حتى نظرتك لنفسك، كلها انعكاس للدوشة اللي عشت وسطها. عشان كده راجع الناس اللي حواليك، لأن في ناس مش بس بتستهلك وقتك، دي بتعيد تشكيل عقلك بالكامل. وفي النهاية قبل ما تسأل نفسك أنا ليه بقيت كده، اسأل الأول مين أكتر 5 أصوات عايش بينهم عقلك كل يوم؟